السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها ومش قادرين توصلوا لها وعارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال فيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه وي باي اي جي. التطبيق ده مساحته 62 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بشركه وي او خطوط شركه وي. لو انت معاك خط وي فانت بتقدر ان انت تفتح عليه محفظه. بعد ما تفتح المحفظة بتحمل التطبيق ده. التطبيق ده بتقدر تحط عليه الاسم بتاعك وكلمة المرور بتاعتك، وتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تعمل حاجات كتير اوي. اول حاجة بتقدر تودع الفلوس من اي فرع الوي، تودع فلوس على الحساب. الفلوس دي بتقدر ان انت تتعامل بيها بحاجات كتير اوي. انت تدفع بيها الفواتير بتاعتك، تحول اموال لاشخاص تانية، آه، حابب تحول لك فلوس بتقدر تروح تسحبها من الفرع ببساطة. بتقدر تسحب من الفروع ومن فروع فوري ومن ماكينات الاي تي ام. بتقدر كمان ان انت تدفع تبرعات، الاشتراكات التأمين، آه، تذاكر السفر والسياحة، تذاكر طيران، تذاكر قطارات تقدر تحجزها وتدفعها، آه، مصاريف الجامعة، مصاريف المدارس، ترخيص العربية. كل الحاجات دي بتقدر تدفعها من خلال التطبيق من وانت في مكانك. كمان بتقدر تدفع في اي متجر الكتروني او في اي متجر بتشتري منه حاجات او اي مول او كده. تقدر تدفع عن طريق برضو المحفظة دي، سواء لمحفظة وي او لاي محفظة تانية. بس طبعا لما بتدفع لمحفظة وي بيكون آه، المصاريف الخدمة قليلة، اما لما بتدفع لمحفظة تانية فبتكون مصاريف الخدمة اعلى منها شوية. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية ولا لغات متعددة كتير. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو اكتشفت ميزة او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو. فدي دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو علشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق ولها في حاجة مختلفة اكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنسيب التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابية او السلبية. وشكرا، سلام عليكم.